يا أبطال، هحكي لكم عن واحد من أعظم أبطال الإسلام، راجل عظيم اسمه يوسف ابن تشفين. كان أمير المسلمين، والناس كانوا بيسموه أمير المرابطين. أصله من قبائل اسمها صنهاج البربرية. اتولد سنة 400 هجري، واتربى في صحراء موريتانيا وسط عيلة متدينة بتحب ربنا. اتعلم الشجاعة والحكمة والزهد، ومن صغره وهو عايش مجاهد في سبيل الله. انضم لحركة كبيرة اسمها المرابطين، اللي أسسها الشيخ عبد الله ابن ياسين عشان ينشروا الدين الصح ويحاربوا الجهل والضلال. ومن هنا بدأ يوسف مشواره. في سنة 453 هجري، يوسف ابن تشفين بدأ فتوحاته في غرب أفريقيا، يحارب الباطل وينشر نور الإسلام. وكان بيحب العلماء جدا ويقربهم منه ويحكم بين الناس بالعدل. سنة 478 هجري بقى هو أمير دولة المرابطين، وسمى نفسه أمير المسلمين. عمل مدينة كبيرة اسمها مراكش وخلاها عاصمة دولته، ومد نفوذه لحد تونس والجزائر والمغرب والسنغال، وكمان ضم سبتة وطنجة. وبكده دولته بقت واصلة لحد جنوب الأندلس. معركة الزلاقة. في الوقت ده الأندلس كانت دويلات صغيرة، وملوك الطوائف بيتخانقوا مع بعض، والنصارى استغلوا ده. ملك إسبانيا ألفونسو السادس احتل طليطلة، نقض عهوده وضرب المسلمين بالجزية وحول مساجدهم لكنايس. الناس في الأندلس استغاثوا بيوسف ابن تشفين سنة 479 هجري. أولهم كان المعتمد ابن عباد ملك إشبيلية، ومعاه ملوك بطليوس وغرناطة. يوسف لبى النداء، جهز جيشه وعدى البحر، استقبلوه استقبال الفاتحين. المعركة اتحددت في مكان اسمه الزلاقة. ألفونسو جه ب300 ألف مقاتل شايلين الصلبان وعايزين يمسحوا المسلمين من الأرض، لكن يوسف كان حاطط خطة ذكية جدا. المعتمد ابن عباد في المقدمة، المرابطين في الوسط، ويوسف مخبي جيشه ورا جبل عالي. ألفونسو غدر وحدد ميعاد الاثنين، لكنه هاجم يوم الجمعة، بس يوسف كان مستعد. بدأت المعركة. جيش المعتمد صمد صمود الأبطال، وبعد ما قربوا ينهاروا دخلت فرقة المرابطين وقلبوا الموازين. ولما العدو تعب، يوسف بنفسه دخل الجيش وضربهم بإيد من حديد، حتى أمر فرقة خاصة من 4000 مقاتل يخترقوا قلب الجيش ويهاجموا ألفونسو نفسه وطعنوه في فخده. النتيجة إيه؟ الجيش الضخم اتسحق. من 300 ألف مرجعش مع ألفونسو إلا أقل من 100 واحد. وانتصار المسلمين ده مد عمر الإسلام في الأندلس حوالي 4 قرون كمان. بعد كده ملوك الطوائف رجعوا يتخانقوا ويظلموا شعوبهم. يوسف رجع تاني الأندلس، المرة دي مش بس عشان يقاتل النصارى، لكن كمان عشان يوقف ظلم ملوك الطوائف. أخذ إذن من خليفة بغداد إنه يكون والي على المغرب والأندلس، وفعلا وحد البلاد تحت راية المرابطين. وبسنة 495 هجري الأندلس كلها بقت جزء من دولة المرابطين، اللي وصلت من شمال الأندلس لحد وسط أفريقيا. وفي وفاته يوسف ابن تشفين عاش حوالي 100 سنة، وتوفى سنة 500 هجري. عاش حياته كلها مجاهد عادل زاهد، ورغم عظمته ما أخدش حقه من الشهرة زي باقي الفاتحين. ربنا يرحمه ويغفر له.